ازيكم عاملين ايه؟ انا عارف ان انا بقالي فتره كبيره ما نزلتش حاجه. غيبه طويله طبعا. بس انا طالع النهارده مش عشان اقول حاجه تعليميه او عشان اقول حاجه يعني ثقافيه. انا طالع النهارده عشان اقول توعيه، مجرد توعيه عن موضوع لقيته مؤخرا على السوشيال ميديا وعلى كل البلاتفورمز بتاع الانجليش كوميونتي والانجليش واي اوف ليرنينج and things like this. فطلع اقول للناس بس خلي بالك، اللي هيعلمك انجليش وياخد منك فلوس، او اللي بيقول لك هات فلوس عشان اعلمك انجليش، او اللي بيقول لك ادفع لي عشان اديك سيرفيس، احنا مش في بنزينه ولا احنا في جزاره انا هديك فلوس عشان تديني لحمه او هديك فلوس عشان تديني بنزين. الموضوع كله مش كده. بعيدا عن الناس اللي بتقول كده، لان الناس اللي بتقول لك كده هات فلوس عشان اعلمك وكده هي ناس اتعرضت للكلام ده من قبل، فعشان كده عايزه تعمل كده في الناس، وبناء على كده هي مفكره ان تعلم الانجليش هيمشي كده، او هو للاسف ماشي كده، بس هو للاسف مش ماشي كده. according to what I know and according to my limited knowledge and experience، برضو يعني العبد الفقير الى الله. صراحة هو الموضوع مش محتاج فلوس ولا انك تدفع فلوس بالمبالغ الباهظة دي عشان تتعلم لغة. امال احنا لو بنتعلم بقى ميديسين او ميديكيشنز او فارماسي او الكلام ده كله هندفع كام بقى؟ فاهم؟ فخلي بالكم، الموضوع مش محتاج فلوس، الموضوع مش محتاجك انك تدفع فلوس لشخص عشان يعلمك، لان الشخص اللي هيعلمك او الاورجانيزيشن اللي هتعلمك دي ما عندهاش ايد ولا رجل، والناس اللي دايرينها مش علماء ولا فارق حاجه عنهم عنك. مش عارف بيقولوها ازاي بس ماشي. الموضوع زي ما قلت قبل كده في كل الفيديوهات اللي فاتت ليا، الموضوع محتاج منك تفكير وصبر ونيه وعزيمه منك انت، مش من حد. انت لو دفعت فلوس لحد وانت ما عندكش العزيمه انت مش هتتعلم برضه، لان you are not ready for that. تمام؟ فانت لازم تبقى ريدي انت ذات نفسك عشان تقدر انت تعمل ده مع نفسك. وزي ما قلت هو الموضوع كله محتاج منك ساعه، ماكسيموم ساعه ونص في اليوم مع نفسك، وانت بتتفرج على الفيلم، الافلام او المسلسلات اللي احنا كنا بنتابعها وحياتنا كلها يعني مليانه يعني مشغوله بيها. انت بس محتاج ساعه ونص من اللي انت بتتفرج عليه ده تتفرج بسمع او بتمعن في السمع اكتر لمده شهر 2 3 4 سنه باللي انت بتعمله ده. صدقني هتلاقي نفسك اتعلمت الانجليش ببساطه من غير اي حاجه. لو انت شخص ما بتحبش القراءه يعني، في المسلسلات والافلام هتكون طريقه سهله جدا من غير ما تدفع فلوس لحد، من غير ما تكلف نفسك، من غير ما حد يضحك عليك. انا بس طالع اوعي الناس على الحاجه دي اللي زي دي، لان صراحه انا اتفاجئت باللي بيحصل على السوشيال ميديا والكلام اليومين اللي فاتوا، وما زال بيحصل من الكلام اللي زي ده. خدوا بالكم، الموضوع مش محتاج تدفع فلوس، الموضوع مش محتاج منك اي مصاريف ماديه قد ما هو عايز منك يعني استعداد معنوي واستعداد يعني فكري انك تتقبل المعلومات وتتقبل تعلم اللغه الانجليزيه، وهتلاقي نفسك اتعلمتها بسهوله. بس كده مش عايز اطول عليكم، بس ان شاء الله في فيديوهات جايه تانية كتير اللي احنا كنا مكملينه من فات، او الفيديوهاتنا اللي قبل كده، علشان نكمل مع بعض نتعلم اللغه الانجليزيه. ولو محتاج اي حاجه في اي حاجه في الانجليش، في جرامر، في قواعد، في كلمات، انزل قول لي في الكومنتس او تعالى كلمني خاص في اي سوشيال ميديا بلاتفورم اللي هي فيسبوك، ماسنجر، انستجرام، هتلاقيهم في الفيديوهات اللي فاتت كلهم. كلمني، مش هبخل عليك باي حاجه، هقول لك كل اللي عندي، لان بالظبط احنا بنساعد بعض، احنا مش فاتحين تجاره عشان انت تكسب اكتر مني ولا الكلام ده. حتى يا اخي لو تجاره، في حاجه اسمها كل واحد ربنا بيرزقه على قد مجهوده، وكل واحد ربنا كاتب له رزقه. فما تترددش ان انت تخش تسالني على اي حاجه، مش هبخل عنك باي حاجه. واتمنى اكون فدتكم في اللي فات وفي اللي جاي ان شاء الله، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.